أبشع الجرايم اللي ممكن تشوفها في حياتك، ومن غرابة الأحداث هتحس إنها مش حقيقية. هنتكلم عن الهوس والحب والقتلة المتسلسلين، وجزء من القصة عن الناس الألوان، القصة اللي صدمت كل سكان بريطانيا. فلو عايز تعرف ايه القصة وايه اللي حصل ومين السبب في كل ده، فكمل معانا لآخر القصة. بس قبل ما نبدأ الحكاية وقبل ما نعيش مع بعض القصة، فعاوزك تلبس سماعتك وتطفي النور ومشروبك المتع وتركز معايا. في يوم من الأيام في إحدى الدول، تحديدا في ولاية تشيشر في بريطانيا، مع أجمل بنت بريطانية صاحبة ال16 سنة، بريانا جاي، واللي كانت بتعيش مع أمها وأختها الصغيرة عشان أبوها انفصل عن أمها وهي صغيرة. ولكن بعدها أمها تتجوز من شخص اسمه سبونر، اللي كان ودود وبيحب أطفاله ومراته. وعلى حسب كلام الناس اللي كانوا يعرفوا بريانا، إنهم كانوا بيقولوا عليها إنها طفلة موهوبة وجميلة. بس بريانا لما اتولدت كان عندها مرض جيني. المرض ده هو انها كان عندها اجزاء ذكورية واجزاء انثوية، بس بريانا جيناتها الانثوية كانت اعلى بنسبة 70% من جيناتها الذكورية. بس بمجرد انها وصلت لسن 14 سنة أهلها يعملوا لها عملية عشان بريانا تعيش بنت كاملة 100%. وعشان تبقوا عارفين إن الموضوع ده بيحصل لناس كتير، فلو عايز تعرف أو عايزين تعرفوا أي حاجة عن المرض ده، فممكن تدخل على جوجل وتكتب كلمة خنثى. وطبعا بريانا وهي في المدرسة بسبب مرضها كانت بتتعرض لمشاكل كتير، عشان زمايلها في المدرسة كانوا بيتريقوا عليها بسبب اختلافها عنهم، لدرجة انهم كانوا بيأذوها نفسيا، واوقات كانوا بيتعدوا عليها ويضربوها. وبالرغم كل اللي كانت بتتعرض له بريانا من زمايلها، لكنها قدرت تتأقلم بالمدرسة وكونت صداقات كتير وعلاقات كتير. ومش بس كده، ده كمان قدرت انها تكون معجبين كتير، لانها كان عندها اكونت على التيك توك وكانت بتقدم عليه محتوى ليبسينج ورقص على اغاني مشهورة وترندات. وقدرت من خلال التيك توك انها توصل لاكتر من 100,000 متابع. مع الوقت بريانا بتدخل مدرسة بريتش ويد الثانوية، واللي هتتعرف فيها على بنت اسمها سكارلت، واللي كانت شخصيتها هادية وفي نفس الوقت كانت تصرفاتها غريبة. بس سكارلت ما كانتش ملاك، عشان في 27 سبتمبر 2022 بتترفد سكارلت من المدرسة اللي كانت فيها قبل ما تيجي مدرسة بريانا. وكل ده عشان سكارلت ادت بنت اصغر منها اكل فيه مادة مخدرة. فالبنت الصغيرة لما كلت الاكل ده حصل لها تسمم، ولكن من حسن حظها انهم لحقوها قبل ما تموت. وعشان يعاقبوا سكارلت قرروا انهم يرفدوها وينقلوها لمدرسة بريانا. مع الوقت سكارلت تصاحب بريانا وتبقى الصديقة المقربة ليها، ويبقوا الاتنين بيخرجوا كتير مع بعض. وفي يوم بريانا تكتشف ان سكارلت طلعت ألوان، وإنها بتحب بريانا وعاوزة تعمل معاها سيكو سيكو. فقررت بريانا تبعد عن سكارلت، لأن بريانا كانت عايزة تعيش حياة طبيعية بعلاقة طبيعية، تحب وتتحب زيها زي أي بنت، وتتجوز من راجل مش بنت زيها. وطبعا سكارلت لما لقت بريانا بتبعد عنها اتجننت، فبقت تقعد مع واحد صاحبها اسمه ايدي وتحكي له عن بريانا. ايدي ده كان موجود في نفس الفصل اللي كانت فيه سكارلت وبريانا، وكان طالب شاطر جدا، لكنه كان زيه زي سكارلت، شخصيته كانت غريبة. وزي ما قلنا قبل كده ان سكارلت كانت بتحكي لايدي عن بريانا وتقول له انها قد ايه مهووسة ببريانا وقد ايه بتحبها، وانها زعلانة ان بريانا بعدت عنها، وان بريانا مش عايزة تحبها بنفس طريقة الألوان. واتضح كمان ان سكارلت بتروح تتعالج عند دكتور نفساني، وبتحكي له عن قد ايه هي بتحب بريانا، وكانت بتحكي له ان بريانا بعدت عنها وانها خايفة لحسن تقتل بريانا بسبب انها مش عايزة اي حد تاني يحب بريانا غيرها. وطبعا الدكتور النفساني كان بيحاول بقدر الامكان انه يمنع سكارلت انها تعمل كده. في الفترة دي سكارلت كانت بتتابع الافلام والمسلسلات للجرايم والقتلة المتسلسلين، لكن
الحكاية ما انتهتش لحد كده. سكارلت فضلت تحكي عن الجرائم اللي كانت بتشوفها لإيدي، وكمان كانت بتوريله فيديوهات لقتلة متسلسلين على مواقع الدارك ويب. مع الوقت إيدي بقى بيحب القصص ديت والجرائم، عشان إيدي كان عنده نوع من أنواع التوحد، وده هيكشف لنا شخصيته وذكائه وشطارته في المدرسة. فبدأت سكارلت إنها تقنعه بالموضوع وتقوله إنهم لازم يقتلوا أي شخص عشان يشبعوا الشغف والرغبة اللي جواهم، والحد ده أكيد هيبقى بريانا، عشان سكارلت كانت عايزة تنتقم من بريانا، وكل ده عشان بريانا ما كانتش عايزة تحبها بطريقة الألوان. وإيدي من غير ما يفكر كان بيسمع كلام سكارلت كأنها عملت له غسيل مخ، وما عندوش استيعاب عن أي تصرفات ولا أي حاجة غلط هما بيعملوها. وفي 11 فبراير 2023 تبعت سكارلت لبريانا رسالة كاتبة فيها إنها عاوزة تشتري مخدرات من ديلر، وإنها خايفة تروح لوحدها. وبالفعل سكارلت تقنع بريانا إنها تروح معاها. وفي اليوم ده بريانا قالت لأمها إنها خارجة مع سكارلت. أمها كانت مبسوطة إن بنتها هتخرج وتغير جو، لأن بريانا ما كانتش بتخرج كتير من البيت. وخرجت بريانا من البيت وركبت الباص ونزلت تقابل سكارلت في المكان اللي هما متوعدين فيه، ولكن بريانا اتفاجئت بوجود إيدي. فسكارلت قالت لها إن إيدي هياخد الحاجة من الديلر ويديها لنا وهنمشي. وبيروحوا المتنزه، فسكارلت تغفل بريانا وتطعنها 26 طعنة بأداة صيد في وشها ورقبتها وصدرها. فبيشوفها من بعيد واحد هو وزوجته، واول ما سكارلت وايدي بيلاحظوا ان في حد شافهم بيهربوا. وطبعا الراجل والست لما شافوا بريانا غرقانه في دمها جريوا عليها، لقوها بتطلع في الروح وطلبوا الإسعاف. وأول ما الإسعاف وصلت بيحاولوا إنهم ينقذوا بريانا، ولكن للأسف بريانا ماتت. وأول ما أهل بريانا بيعرفوا بيقولوا للشرطة إن بريانا آخر واحدة خرجت معاها كانت سكارلت. وبالبحث في الجريمة الشرطة بتوصل لتسجيلات الكاميرات اللي موجودة في الأماكن اللي اترددت عليها بريانا، وبيعرفوا إنها كانت مع سكارلت وإيدي. وتقبض عليهم الشرطة ويفتشوا بيت سكارلت، فيلاقوا نوتة في أوضة سكارلت كاتبة فيها بخطها خطة قتل بريانا. ولما الشرطة حققت مع سكارلت وإيدي في البداية أنكروا، ولكن لما واجهوهم بتسجيلات الكاميرات كل واحد فيهم بقى يرمي اللوم على التاني. ومع فحص أداة الجريمة لقوا بصماتهم موجودة عليها، وبقت القضية رأي عام لدرجة إن سكان بريطانيا بقوا يطلعوا ويعملوا مظاهرات عشان حق بريانا يرجع. في النهاية اتحكم على إيدي وسكارلت بالسجن المؤبد برغم إنهم ما وصلوش للسن القانوني، وكل ده عشان بشاعة الأحداث اللي تسببوا فيها وعملوها. ما تنسوش تتفرجوا على باقي القصص اللي في القناة وتدعموني وتتابعوني وتستنوني الحلقة الجاية.